بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم في درس جديد. النهاردة ان شاء الله هعلمكم درس اللي هو ازاي تحول صورة مش باين فيها تأثير لينس لصورة باين فيها تأثير اللينس اوي. نشوف مثال كده. صورة زي دي، تمام. هنا الصورة ديت مش باين فيها تأثير لينس، الصورة اللي جنبيها باين فيها تأثير لينس. طب انت لو شفت الصورة اللي على اليمين لأول مرة هتفتكر ان دي الصورة الأصلية، وبرضه لو بصيت على الصورة اللي على اليمين هتفتكر ان دي الصورة الأصلية، لأن الجودة بتاعت الصورة كويسة، جودة القص وجودة الشغل. ففي صور تانية لو جيت تبصلها مثلا هتقول ان الصورة ديت ملعوب فيها. اجيب لكم مثال ثانية واحدة بس. صورة زي دي، اي حد هيشوفها وهو مش محترف او في حوار التصوير هيقول ان الصورة دي ملعوب فيها. ليه؟ لان انا او الجسم عامة بعيد شوية عن الكاميرا، فبرضه ما ينفعش يكون البلور قوي تقيل قوي ورا الجسم او ورا الشخص، فلازم يكون الجسم قريب من الكاميرا عشان يبان تأثير اللينس كأنها واقعية بالظبط. لو هنا ممكن تتعمل بس على خفيف قوي ان هي ما تبانش البلور عشان تبقى واقعية. تمام، نبدأ شرحنا. افتح بس الفوتوشوب. دي الصورة قبل الشغل بتاعنا، ودي الصورة بعد الشغل بتاعنا. ففي خطوات لازم نتبعها. ايه اول خطوة؟ ان احنا نقص كويس. هنقص الجسم كويس جدا. هنقصه بحاجتين، بالكويك سيلكشن تول وبالبين تول. كويك سيلكشن تول ديت عشان نختصر الوقت بتاعنا لو في شغل كتير قدامنا، مينفعش نروح على الجسم كله بقى ونعمل والكلام ده، لا. والسيلكشن تول هتخلي الصورة واقعية اكتر. طب نبدأ كده. وبس ممكن يكون السلكشن، عملية سلكت عامة تكون تقيلة شوية بس عشان الريكورد وكده. والأداة دي برضو سهلة جدا، مش محتاجة لأي شرح، وأكيد كلنا إن شاء الله نكون محترفين فيها، يعني مش محتاجة حاجة. ممكن نلاقي شوية صعوبة بس في البنتول. عامة الحاجات الزيادة ديت هنعالجها كمان شوية بالبنتول، وبرضو الحتة اللي عند الودان برضو هنعالجها بالبنتول. الحتة دي برضو الحتة الصعبة المستعصية انها تتحدد بكويك سيلكشن تول هنظبطها بالبنتول. تمام كده، احنا خلصنا الأداة دي. خش بقى على البنتول. اهم حاجة تكون ايدك متمرنة على البين تول عشان تطلع الصورة من غير ديفوهات. تمام، هنعمل على كنترول الت انتر عشان نشيل حتة من السلكشن. لو عايزين نزود حتة في السلكشن هنضغط على كنترول شيفت انتر.
زي ما حضراتكم شايفين ان السلكشن على الجسم بالظبط، على الحواف بالظبط، ما ينفعش اخش او اخرج من الجسم. بعدين هنعرف ليه. طالما جزئية الشعر ديت وراها خلفية زي لون سادة يعني، فممكن نحطها في السلكشن معانا زي كده، لكن ما ينفعش وراها جسم تاني ونحطها في السلكشن عشان الصورة ما تبصش، لازم تيجي بالظبط. لو صورة بقى معقدة والكلام دوت وشعر كثيف مثلا فيها، دي بقى لازم تتعمل مثلا ريفاين ايدج او بقى بالكالر رينج وكده، ونقدر نفصل الصورة عن بقية الخلفية بشكل احترافي اكبر من كده. بس عشان ديت مش مستاهلة، وان شاء الله برضو ابقى اجيب لكم امثلة تانية فيها شغل اعلى من القص دوت، نبقى نعمل عليها برضو امثلة عشان الناس تبقى فاهمة كويس الدنيا بتحكي في ايه. تمام كده كده القص بتاعنا 10/10. تمام. هنعمل بقى ايه؟ هنخش على قائمة سيلكت موديفاي، هنعمل على اكسباند، هنعمل على نخليها 1 قيمة 1. بعد كده احنا المفروض اصلا ناخد نعمل اللاير دي دوبليكيت. هي المفروض هتبقى عندك اسمها باك جراوند عادي، مش مشكلة، هنعمل لها دوبليكيت عادي. انا مسكتها وسحبتها تحت على علامة الدوبليكيت او منها دوبليكيت لاير. تمام. بعد كده احنا بعد ما عملنا اكسباند هنضغط واحنا واقفين، واحنا واقفين على اللاير ده هنعمل كنترول جي. خدنا من الجسم كوبي من الصورة دي من اللاير ده. تمام. واحنا واقفين على اللاير دوت هنضغط على كنترول. تمام. شوف شكل الماوس اتحول ازاي. هنضغط على كنترول ونضغط على المربع ده، جاب لنا السلكشن بتاعنا تاني. بعد كده هنخش على edit fill continent awar ونضغط على اوكي ونسيبه يحمل. تمام كده كده دي النتيجة اللي احنا عاوزين نوصلها بالظبط. لا تمام. انا كل اللي بعمله دلوقتي بشوف حواف الجسم، لو في من الجسم حاجة يا ريت ترجع وتعمل تعيد الخطوة اللي انا لسه عاملها ديت، اللي هي تعمل موديفاي واكسباند والكلام دوت، وتشوف لو في حاجة من الجسم ترجع تعمل لها تضيفها للجسم تاني، عشان ما تجيش تعمل بلور هتلاقي في توهج كده حوالين الجسم اللي انت عامله دوت، مش بيبان في اللينس الحقيقية. تمام. فكده تمام. احنا بس نظهر الجسم، نعمل هنا بقى على فلتر، نخش على بلور، هنعمل مثلا فيلد بلور، سيبه يحمل ابديتنج. تمام كده. ممكن نزود شوية على حسب الصورة، على حسب قرب الجسم للكاميرا. لو الجسم قريب اوي للكاميرا مثلا، او انت عامل كروب للجسم وهو قريب للكاميرا، ممكن تزود البلور براحتك. تمام. في صور تانية انت مش هتحتاج يعني في اكتر من جسم قريب للكاميرا، فما ينفعش تسيب البني ادم اللي انت عاوز تعمل عليه او تبينه في الصورة ما تسيبه هو في الصورة وتخلي الباك جراوند فيها بلور، وما ينفعش مثلا لو جنب شجرة تعمل لها بلور هي كمان. لا، لازم تحدد الاتنين وتعمل الخلفية بتاعتهم هما الاتنين بلور. تمام. احنا كده وصلنا لنتيجة كويسة، مش بطال. ممكن نعمل بوكيه
بس مش هيبان قوي او مش هيبقى لذيذ زي مثلا الصورة متاخدة بالليل متصورة بالليل. لو الصورة متصورة بالليل وعملت الشغل ده وعملت بوكي هتبقى جميلة اوي. حوار البوكي دوت في الصور بالليل حلو كده. نضغط على اوكي. تمام كده. احنا بقى دلوقتي جه اخر مرحلة في الصورة، وهي ايه؟ تعديل الحواف اللي في الجسم. لو كان في غلطات في الجسم احنا ما خدناش بالنا منها زي دي مثلا، لو ما خدناش بالنا منها نقدر نعدلها بالحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. الحاجات اللي في الودان دي، الحواف برضو تحس انها شارب قوي. تمام. هنخش بقى نعمل ايه؟ اول حاجة ممكن بس عشان اختصارا للوقت نعمل على كيبورد شورت كاتس. خش على مثلا على سيلكت، بعد كده موديفاي فيزر، خليها مثلا كنترول الت اف بس عشان يبقى سريع معانا الشغل بتاعنا. هنيجي مثلا على الحتة ديت بالبين تول ونبدأ نقص فيها. كنترول انتر، كنترول، خليها مثلا 1، ديليت. لا نمسك اللاير بتاعنا بتاع الجسم ونضغط على ديليت. تمام. هنا نظام تمام كده. مش لازم برضو كل حاجة في الصورة، بس عشان انت لو يعني مش عاوز حد يطلع فيه مثلا غلطة في الصورة بتعمل الموضوع ده. هو من بعيد مش حدش يكتشف حاجة اصلا، هتبقى الصورة واقعية تماما. لكن لو في حد مثلا دقق في الصورة اوي وزوم هيبان ان الصورة ملعوب فيها. بس قبل وبعد.
في منتهى الاحترافية طبعا، وحاجات بسيطة. اهم حاجة تكون عرفت ان انت تعمل سيلكت للصورة، بتعمل دبليكيت لللاير للباك جراوند بالتحديد، اهم حاجة اصلا انك تعمل سيلكت وموديفاي، بتعمل اكسباند للسلكشن اللي انت عامله على حسب الريزولوشن بتاع الصورة. بعد كده بتعمل فيل دوت عشان ما يخليش الصورة بدون جلو، بدون توهج حوالين الاوبجكت اللي انت مصوره. تمام كده، يا رب يكون استفدتوا من الشرح بتاعنا. نستنوني في دروس جديدة ان شاء الله، في حاجات ممتعة في الفوتوشوب. مع السلامة.